طبعا ده تفاضل المساحات في المستوى. مساحة منطقة محددة المنحنى الدالة دال ومحور السينات في الفترة من ألف لباء فترة مغلقة. عندي حالتين. في الأولى أهي، هذا محور السينات وهذا محور الصادات. ده محور السين، ده محور الصاد. ده الفترة من ألف لباء. هنا عندي منحنى مثلا وليكن بالشكل ده كده مثلا. ممكن أوله مثلا يكون هنا كده، عند ألف، وهنا مثلا قبل الأخير عند باء. وننقل باء، ننقل باء هنا. طبعا هي ديت الايه المساحة المطلوبة. إن مثلا يعني إيه، عشان برضه نظبطها كده شوية. المطلوب حساب هذه المساحة. طبعا دي دالة، فهنقول إن دي عبارة عن صاد يساوي دال سي. رسمة الدالة يعني المنحنى ده، رسمة هذا المنحنى، رسمة الدالة. احنا عاوزين نجيب المساحة مين، مطلوب مين مساحتها بكام يعني. في هذه الحالة هتكون المساحة هتساوي قانون كده تكامل. خد المين بتساوي تكامل من ألف لباء دال سين دال س. هي ديت في المساحة. لو كملت من باء لألف كأن بالظبط جبت المساحة تحت المنحنى. ده لو كان المنحنى فوق محور السينما. فنقول في هذه الحالة، نقول في هذه الحالة إن دالة السين، دالة السين أكبر من أو يساوي صفر. طيب ممكن نكمل هنا في الجنب ده كده. ده محور الصادات، ده محور السينات. وبعدين طبعا ده محور السين وده محور صاد. في منحنى كده يعبر عن دالة صاد بيساوي دال سين. في عندي فترة مثلا من باء لألف، والمنحنى بأكمله تحت محور السينات، أسفل محور السينات. هنا ألف أو هنا باء، هنا ألف. أنا عاوز المنطقة دي، عاوز أجيب مساحتها قد إيه عن طريق التكامل، لكن هتكون بالسالب. لكن في الآخر نحط لها مقياس. يبقى مطلوب المساحة دي ميم، يبقى ميم تساوي نفس الكلام تكامل من ألف لباء دال سين دال سين هي إياها القيمة المطلقة للدالة دي. هي إيه؟ من تكامل من ألف لباء، تكامل من ألف لباء دال سين
دالسي. طبعا ده جوه قيمة مطلقة، ونضع سالب لأن إيه المنحنى هنا إيه أسفل محور إيه سي. طب افترض بقى في الحالة الثالثة، لو كان المنحنى بالشكل ده كده، ده محور الصاد، ده محور السين، معلش المنحنى عن كده، هنجيب أوله وآخره. هيكون مثلا أوله هنا، آخره هنا، عند النقطة برضو أو الفترة المغلقة برضو أيضا ده وألف. هيكون عندي ثلاث مساحات، فوق وتحت وتحت. ممكن نسمي دي ميم واحد، يعني المساحة الأولى، ميم اتنين المساحة التانية، ميم تلاتة المساحة التالتة. طيب، طبعا المساحة المظللة نجمع الاتنين دول، أجمع المساحات دي. ممكن نسمي النقطة دي مثلا ج، ونسمي النقطة ديت د. تمام كده. فهنجيب مثلا أول حاجة المساحة دي، وبعد كده المساحة دي، وبعد كده المساحة اللي جنبها دي، الثلاث مساحات دول، عن طريق القانون بتاع المساحات. فهنحسب مثلا أول حاجة المساحة من ألف لجيم بالتكامل، برضو ده للسين، وبرضو المساحة من جيم لدال برضو بالتكامل، برضو من إيه من دال لإيه لباء، واجمعهم على بعض يعطينا هنا بقى المساحة زي الكلام السابق بالضبط، زي القانون ده والقانون ده، بس أجزأهم بقى من ألف لجيم، وبعد كده من جيم لدال، وبعد كده من دال إيه لباء. هتكون المساحة المظللة ممكن أرمز لها بالرمز ميم بس، تساوي إيه أجمعهم مع بعض، ميم واحد زائد ميم اتنين زائد ميم إيه تلاتة. طبعا ده المساحة الإيه المظللة. تمام كده. طبعا لو أنا تحت بحط إيه قيمة مطلقة،